لسنين طويلة كنا بنصحى كل يوم على فتوى جديدة، واحد يقول لك حرام والتاني يقول لك حلال. فتاوى طالعة من كل اتجاه، كلها بتتكلم باسم الدين والدين منها براء. لكن أخيرا وبعد انتظار طويل، البرلمان المصري صادق على قانون هو الأول من نوعه في مصر، قانون تنظيم الفتاوى الدينية. قانون بيرد الاعتبار للفتوى الشرعية وبيمنع الفوضى اللي بتهدد عقل وضمير المجتمع. القانون بيقول لك ببساطة مش أي حد يطلع يفتي. الفتاوى الرسمية بقت من جهتين بس، الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وما ينفعش أي شخص أو جهة تانية تصدر فتوى دينية للعامة إلا بتصريح رسمي معتمد. يعني القانون ده مش بس تنظيم، ده حماية، حماية لعقول أولادنا من التطرف، حماية للمجتمع من دعاة الفتنة والتشدد والتكفير. واللي يخالف القانون واضح، بيعاقب كل شخص يصدر فتوى بدون تصريح رسمي، عقوبات حاسمة عشان نرجع الثقة في الخطاب الديني الوسطي الرسمي. الدين مش لعبة، والفتوى أمانة، ومصر قررت تنظم الفتوى وتحمي وعي شعبها.